بسم الله الرحمن الرحيم. أصالة عن نفسي وباسم اتحاد المقاولين الفلامنكيين من أصول مغربية أتوجه بأسمى عبارة التقدير والاحترام والدعم لقواتنا المسلحة الملكية الذين أنابوا عن مهنية عالية في تخليص معبر الكركرات من عصابة تابعة للبوليزاريو. ويضاف هذا الانتصار للمغرب ملكا وشعبا وإيمانا منه بتحرير أراضيه الجنوبية واسترجاع أقاليمه الصحراوية، حيث كانت المسيرة الخضراء سلمية وجاء تحرير الكركرات في المنطقة الحدودية مع موريتانيا سلميا كذلك. ونحن من خلال هذه الوقفة نعبر عن دعمنا الكامل لقرارات المغرب في تحرير وتأمين حدوده الجنوبية، فإننا نجدد نداءنا إلى المجتمع الدولي حتى تدعم المملكة المغربية في مشروع الحكم الذاتي لأقاليمه الجنوبية، والذي لقي دعما دوليا غير مسبوق. إن المغرب موحدا يوحد قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدبلوماسية اللي قام بها سيدنا ووزارة الخارجية أنه عمل كبير وجبار جدا، لأنه الدول تسحب الاعتراف ديالها من هذه العصابة. هي عبارة عن عصابة، احنا لا تمثلنا، ما تمثلنا جبهة البوليزاريو، حاشا لله نتمثل وتمثل الصحراويين. هي بعض الناس قليلين مغرر بهم مشاو لتندوف يعيشون في تندوف. الحمد لله عندنا الناس في المغرب يعيشوا تحت السيادة الوطنية المغربية وعايشين بخير في أمان الحمد لله. يعني ايش نقول لك، هذه امور محسومه جدا. ان الصحراء المغربيه هذا امر محسوم. وتنحيوا الدبلوماسيه المغربيه لانها تتحلى بواحد الصبر كبير، بواحد الحكمه، انها تمكنت الحمد لله بتحقيق نتائج اللي هي ملموسه، خصوصا بالاعتراف ديال الرئيس الامريكي مؤخرا بالصحراء المغربيه، ورد الجميل للمغرب بالاعتراف بالامريكا في 1777. وهذا ما دل على شيء، أن الحمد لله القضية ديالنا قضية عادلة، وتنتمناو من الإخوان ديالنا في الصحراء من وراء الحدود يلتحقوا بالبلد ديالهم، والجارة ديالنا حتى هي تحلى بالحكمة والصبر، وحتى هي دير يدينا في يديها باش نحققوا واحد المغرب عربي اللي هو يكون إن شاء الله ناجح لجميع الشعوب إن شاء الله. الحمد لله صافي بليزير، جمعنا بزاف د الناس الحمد لله. درنا وحدة في بروكسل، دابا وحده في اوفريس، مزيانه الحمد لله. الصحراء ديما مغربيه ان شاء الله. الله الوطن الملك. اجتمعت المغرب واسبانيا وموريتانيا واقرت بان الصحراء الغربيه للمملكه تخضع للمملكه المغربيه، واحنا كمصريين بنسمي هذه العلاقه لانها علاقه تاريخيه بين المغرب وبين مصر، وبنأيد دائما وبندعم هذه عودة الصحراء الغربية وباعتراف دول العالم، وإن شاء الله تكون خطوة إيجابية، ودي بنثمر فيها مجهودات الملك محمد السادس على سياسته الدبلوماسية العالمية والحكمة التي يتحلى بها. الصحراء مغربية تبقى مغربية.